في معانا سؤال من أسئلة المتابعين بيسألوا إن هل انعدام الحيوانات المنوية عند الزوج يمكن علاجه عن طريق الحقن المجهري؟ هو سؤال ممتاز جدا. وبرضه هو له شقين. احنا عندنا انعدام الحيوانات المنوية دوت ممكن يكون بسبب ان الحيوانات المنوية بتتكون في الخصية لكن ما بتخرجش في السائل المنوي، وده يعني من الحاجات السهلة جدا ونتائجها كويسة جدا طالما الزوجة كويسة. نتائجها هايلة جدا في الحقن المجهري، بيحصل حمل عادي جدا، وعندنا ناس كتير يعني حملوا مرة واثنين وثلاثة عن طريق الحقن المجهري وولدوا وعندهم. يعني أنا عندي مريضة فاكرها كويس من قرية كده جنب طوخ، عملنا لها 3 مرات وفي ال3 مرات حملت وولدت من فضل الله معانا، وزوجها عنده نفس المشكلة دي. إنما هو في مشكلة تانية، إنه تكون الحيوانات المنوية ما بتتكونش أصلا. الاثنين عندهم انعدام حيوانات منوية، لكن واحد عنده إنتاج في الخصية والتاني ما عندوش. اللي ما عندوش ده للأسف لحد دلوقتي الطب مازال بيعمل أبحاث على مسألة الخلايا الجذعية وشوية حاجات كده لها علاقة بالموضوع دوت، لكن حتى الآن اللي مفيش إنتاج من الخصية ما بنقدرش نعمل له حاجة حتى عن طريق الحقن المجهري للأسف يعني.